السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ معاكم انا لولو من قناة لولو لايف ستايل. والنهاردة الفيديو هتكلم فيه عن ازاي انا برتب المكياج بتاعي. المكياج بتاعي كل حاجة، مكياجات، كحل، ماسكارا، باودر، فاونديشن، اي حاجة مهما كانت ايه هي. كانت بتاخد مني في الاول، انا كنت بحطها في شنط. الشنط دي كنت بضطر احطها ان انا في درج التسريحة وبشغل بيها ادراج، وعشان اطلع حاجة واحدة بس افتح 100 شنطة وابص هنا، لا انا حاطة دي هنا، لا هنا ودي مش موجودة. عشان اعمل ميك اب اطلع كل الشنط تبع التسريحة ومطلعة منها حاجات عشان بدور على حاجة معينة واحدة بس، وبنكش الدنيا على الفاضي. لحد ما جبت المنظم ده اللي هو اللي بيبقى عبارة عن ادراج. انا جبته 5 ادراج، في منه 4 وفي منه 3، اللي هو بيتفتح بالشكل ده اهو. جبته. ده الحاجة الوحيدة اللي قدرت ان انا الم فيها المكياج بتاعي كله. كل حاجة بقت لها درج لوحدها، الكحل لوحده، الماسكارات لوحدها، الفاونديشن لوحده، الروجات لوحدها، البلاشرات لوحدها، حتى الاي شادوهات برضو ليها درج. وفوقيه بحط هقرب لكم كده، دي القطنه اللي بنمسح بيه الميك اب. واللي ورا ده اللي هو الجونسون، ده اللي هو المنظف اللي احنا الريموفر بتاع المكياج. وازازه البارفان بتاعتي اللي انا بحطها في الفتره دي. والعلبه دي فيها الدبابيس بتاعت الطرح. فبستغل طبعا المساحه فوقيه. وطبعا الادراج هنا، انا الدرج الاولاني حاطه فيه التوك بتاعتي. الدرج التاني ده حاطه فيه الفاونديشن والسي سي كريم بتاعي والباودر والكونسيلر. تالت درج حط فيه الماسكارات والكحل الماسكارات والكحل. ورابع حاجة ده مش عارفه، مش فاكره حاطه فيه ايه. هفتحه واشوفه واقول لكم. ده فيه كل اللي هي الاي شادوهات بتاعتي، موجوده فيه الباليتات بتاعتها كلها. وفي حاجات جايباها اقلام كده كنت. واخر حاجه تحت ده حتى فيه الروجات وحتى فيه البلاشرات بتاعتي. ما بياخدش مساحه خالص على التسريحه زي ما انتوا شايفين، يعني مش مساحه جامده. بيلملي حاجات كتير قوي، بيلمها لي كلها. ما بنكش الدنيا عشان الاقي الحاجه اللي انا عايزاها. بجد لو انتوا عايزين تجيبوه، لا انا انصح بيه وجيبوه. وده كان فيديو النهارده، ويا رب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب. ومستنيكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.